يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا. شايفين الكحك بتاعنا وجماله؟ الكحك الناعم الدايب، كحك اجدادنا اللي على اصوله بكل اسراره وتكاته وحشواته في الفيديو ده. معايا السمنه، معايا نص كيلو من السمنه، عليها معلقتين كبار، يعني 550 جرام من السمنه. ده لو انا هعمل كيلو من الدقيق. لازم السمنه يكون نوعها كويس، ممكن خليط نص فلاحي ونص عادي نباتي. ومعايا كيلو من الدقيق. الدقيق لازم يفضل ان هو يكون دقيق كحك وبسكوت. تمام. معايا بقى بيكنج باودر وخميره وفانيليا دريم، طبعا منتجات دريم لا يعلى عليها. تمام كده. ادي الدقيق بتاعنا لازم يكون دقيق كحك وبسكوت، والنوع ده تحفه اللي هو دوبيلا. والسمنه يكون نوعها كويس. معايا 3 معالق كبار سكر بودر و3 معالق سمسم. وانا بحب استخدم ريحه الموز، مش بحب استخدم ريحه الكحك. لو بتحبوا ريحه الكحك تمام. ومعايا كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، كوبايه الا ربع يا جماعه على كيلو الدقيق، على 550 جرام سمنه، يعني نص كيلو سمنه عليهم معلقتين كبار. هيطلع معانا ناعم ودايب ومظبوط على الشعره. ده كده احنا اتكلمنا عن المقادير بتاعتنا. هاخد معلقه صغيره من الخميره وربع معلقه بيكنج باودر بس. ده الدقيق بتاعنا. هحط عليه بقى السكر البودر وهحط عليه السمسم. وبالنسبه للبيكنج باودر انا هاخد ربع معلقه، ربع معلقه. لما بكتر من البيكنج باودر بيفرش معايا وبيخلي الرسمه بتاعته تسيح. تمام. بعد كده هبتدي اقلب بقى المكونات بتاعتي الجافه دي، واكون اتحى السمنه وانزل بيها فوق الدقيق، اعمل له حفره كده وانزل بيها، لان احنا بنعمل الكحك السخن بتاع الاجداد مش على البارد. واقلب بمعلقه كده في الاول علشان طبعا السخونيه طبعا ايه لا قدر الله ما تلسعش ايدينا. هبتدي ان انا اقلب بالمعلقه لحد ما احس ان الدقيق درجه حرارته تقدر تتحملها ايدي، لان اهم مرحله في الكحك هي مرحله البس. مرحله البس اهم مرحله. هجيب بقى كوبايه الا ربع الميه الدافيه، هحط فيها معلقه كده صغيره خميره، معلقه صغيره خميره، ما كترش في الخميره. وطبعا عشان انشطها هديها كده معلقه من السكر، ونبدا ان احنا نقلب الكلام ده مع بعضه، واسيبه على جنب لحد ما اخلص البس بقى ايه بتاع الدقيق بتاعنا مع السمنه. اهم مرحله في المرحله بتاعه الكحك البس. كل ما بسناه اكتر، بص بقى، يلا بقى بص اديله ما ترحموهوش بقى، بسيه كده من فوق لتحت وفركيه ما بين ايدك. طبعا المرحله دي بتخلي الدقيق كله يتغلف بالسمنه، وبتخلي لي الكحكايه وانا باكلها كده ناعمه، لان انا لما هحط الميه مش هعجن، هلم المكونات بس. فدي تعتبر اهم مرحله معايا. كده فاضل لي بس ان انا احط الميه بالخميره والفانيليا وريحه الموز. تمام. بالنسبه للحشوات بتاعتنا، انا هستخدم النهارده عجوه وملبن، بحط لهم حته سمنه كده وادعكهم بيها عشان تطريهم ويبقوا حلوين. هنا بقى بعد ما بسيت هحط، بس عشان اختصر عليكم الوقت، هحط كوبايه الدقيق، كوبايه الميه بالخميره مع رشه الفانيليا مع معلقه صغيره من ريحه الموز، وهلم بس المكونات بايدي ومش بسيبها تخمر خالص، بشتغل بيها على طول. هبدا اخد حته كده من العجينه ما بين ايدي كده، اطريها بدرجه حراره ايدي واحط جواها الحشو. وانا وريتكم الحشوات انا كنت مجهزاها مكوراها عشان استخدمها على طول. طبعا عايزين نعمل بالمنقاش زي اجدادنا زمان، عايزين نعمل ببصمه الكحك، عايزين نعمل في اللي هي بتاعه المعمول، ممكن نعملها. اي حاجه انت بتحبي تشتغلي بيها اشتغلي بيها. طبعا واحنا شغالين هنلاقي حته العجينه كده مفروله ما بين ايدينا، هنقول دي باظت نزود لها ميه. لا، المقدار بتاع الكيلو بياخد على الشعره كوبايه الا ربع ميه. مجرد ما ببدا احننها كده ما بين ايدي بتبقى خلاص تمام. بصوا كده دي البصامه. انا بقى هعمل ايه؟ النوع اللي هو بالملبن عملته كده بالمنقاش، واللي بالعجوه عملته بالبصامه علشان يبقوا كويسين. التسويه بقى، الفرن بيكون شغال على درجه حراره 200 220 علشان انا حاطه حشو، عشان لو حطيته في درجه حراره واطيه الحشو هينشف جواه. طب لو كحك ساده عادي هحطه في درجه حراره 180، لكن انا عندي هنا الكحك محشي هحطه على درجه حراره من 200 ل 220. على الرف الوسطاني بياخد من تلت لنص ساعه لحد ما يحمر. طب لو احمر من تحت ووشه كان لسه بشغله الشوايه بسيط. شايفين لون الكحكايه وجمالها؟ تحفه، مش قادره اقول لكم على جمالها.
لما بطلع الصاج في الفرن من الفرن بسيبه، ما بحركوش وما جيش جنبه خالص، بسيبه يهدى ويبرد تماما. طبعا بقى المرحلة اللي كلنا بنحبها هي مرحلة رش السكر. السكر البودر بقى، بجيب الكحك كده ورش عليه السكر البودر، طعمه تحفة. انا بحط ليه مية، ما بحطش ليه لبن، علشان عمر الكحكية يكون اطول معايا، اقدر اخزنه واحتفظ بيه وقت اطول لبعد العيد ما يبص معايا. ازاي اخزن الكحك من هنا للعيد؟ بجيب علبة كاملة الغلق، بحط فيها اي حاجة تعزل السمنة، مثلا ستريتش او مثلا طبقة من طبقات عايزة فاصل الاكياس، بحطها وببتدي ان انا ارص الكحك واغطيه كويس جدا واحطه في مكان ما فيهوش مثلا شمس ولا رطوبة ولا حاجة، احتفظ بيه بقى زي ما انا عايزة. بصوا حشوة العجوة، شايفين الحشوة ما شاء الله كمان منتفخة وحلوة ازاي؟ بصوا. وحشوة الملبن، كل سنة وانتم طيبين وعلى طول معيدين، وعلى طول كده معايا احلى متابعين في الدنيا، وعايزاكم تجربوا الوصفة دي، تحفة.